كل سبت وثلاثة رح نبلش دورتنا حول العالم، وأول خبر معنا لليوم بيقول مهرجان الشوارب يعود من جديد. طبعا للتقاليد الألمانية القديمة التي بدأت منذ عام 1990 ميلادية، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان أجمل الشوارب واللحى 2013 الذي يطلق عليه اسم بيلموستاش في مدينة لاينفيلدن الألمانية، التي يقصدها المشاركون من شتى أنحاء العالم. وقد تجاوز عدد المشاركين للعام الجاري أكثر من 300 رجل أظهروا فنهم وإبداعهم في تصفيف تلك اللحى والشوارب، مستخدمين مصففات ومثبتات الشعر المتنوعة. وسيقوم بالتحكيم في هذا الموسم يورجن الفائز باللقب لعدة أعوام على التوالي.